الفيديو ده للناس المميزة اللي بتحب دايما تبقى نمبر 1. قولوا لي بتعملوا كده ولا لا؟ لازم تشوفوا الفيديو ده للاخر. بصوا بقى، انا جايبه لكم الخلاصه بتاعت الليمون المخلل. دايما بنعمل الليمون المخلل ده مر، دلوقتي مش هيبقى مر معاكي، هخليكي تجيبيه زي ما بتجيبيه من بره كده، وبيطلع طعمه عادي خالص، ليمون من غير ما يبقى فيه مراره ولا حدق. بصوا بقى، سوبر ماما معاكم، يا رب تفرحوني بالمتابعه والشير واللايك، وتفرحوني على اليوتيوب والفيسبوك. بصوا شايفين، انا بجيب الليمون اعصره، وبعد ما اعصره ما ارموش ابدا. ده بالنسبه لينا كده، بنعمل منه حاجات كتيره قوي. ممكن تعملي منه منظف، وممكن تعملي كده منه مخلل. باخده اغليه واطلع منه الميه بتاعته. ممكن تستخدميها بقى في الغسيل، او تستخدميها في البريل، تحطيها هتنضف معاكي المواعين وهتلمع معاكي الادوات المنزليه وكده. مش عايزاها كبيها على طول ولا يفرق معانا، احنا عايزين الليمون زي ما انتوا شايفين كده. الليمون بتاعي انا باخد الليمون اعصره، اعمل بقى بيه للولاد، وبعد كده اخده اشيله احطه في حاجه، اقعد اغير على ميته لحد ما يتكون معايا، يبقى حبه حلوين، اقوم اخداهم سلقهم. بصوا عايزه اوريكم الميه بتاعتها بتطلع صفرة، الصفار ده كله مرار، الاصفر ده كله مراره. انا كنت هنا بلعب تقريبا ولا ايه، مش فاهمه، اتهبلت ولا ايه، مش مشكله. المهم ان انتوا تفرحوني بالمتابعه. احيانا بنحتاج حد هبل في حياتنا، اعتبروني انا ده. عيشيها بالطول والعرض، افضلي اضحكي ونكدي واضحكي ونكدي، مش هيفرق معاكي اي حاجه، هي كده هتاخديه بمرارها بحلوها زي الليمون ده بالظبط. زي ما هتقدري تغيري المراره اللي في الليمون، تقدري تغيري ايامك كلها. حبايب قلبي، انا بعصر الليمون واشيله في الفريزر، اجمعه وبعد كده اعمله. يا اما تسلقيه 5 دقايق ل10 دقايق على حسب انت عايزاه مستوي ولا ني. انا بحبه يبقى ني شويه كده، علشان لما احطه في الميه واخلله ياخد معايا وقت، علشان ما يتهريش معايا بسرعه. بعد ما هتسلقيه تغيري عليه الميه زي المخلل كده، هتلاقي بقى اللون بتاعه كده مطرح الغلي. وكمان كل يوم هتبص تلاقي الميه مصفرة بالشكل ده. ده كله مرارة هتكبيه بقى، هو ده طالع احلى مخلل. زي ما بتجيبيه من بره ما بيبقاش ابدا مر. علشان المخلل ما يديكيش الريحه اللي مش حلوه اللي بتبقى في البيوت دي بتاعت المخلل، او الطبقه اللي انتوا شايفينها دي، هتملحوا المخلل بتاعي. لو انت كده مشكلاه زي ده، هتملحيه كويس وتسيب 4 ايام 3 ايام، وتكب الميه بتاعته. تفضلي تكبي الميه بتاعته كده لحد ما تحسي ان هو بقى نظيف. ادام ملحتيه ما تخافيش عليه. غيري الميه بقى يومين كده، كذا مره في اليوم، لحد ما ينضف معاكي تماما. حطي ملحك بقى وشطتك الهريسه، وحطي بقى حبه البركه، وحطي كل حاجه انت عايزه تحطيها فيه، وكده يقعد معاكي طول السنه، ريحته وطعمه يجنن. نحطي حبه زيت علشان يديله اللمعه الحلوه دي، ويحافظ عليه ما يعملش طبقه تاني من بره. اتمنى تفرحوني بالمتابعه والشير واللايك، وهحط لكم طريقه عمل المخلل من الالف للياء في الصندوق الوصف، وكمان في التعليقات باذن الله. هحط لكم كل التخزينات اللي انا بعملها، طرق حلوه قوي وبسيطه، كنا بنعمل حاجات كتيره غلط.